الفنانة حورية فرغلي دي بقى بيتها اتخرب بسبب فيلم كلمني شكرا. لما خطيبها شاف العرض الخاص للفيلم على طول قلع الدبلة واداها لها، وهي بعدها ندمت وقالت ما كانتش تقصد تقدم المشاهد دي. بس بعد ايه يا حورية؟ ميرفت امين بقى قالت بصوا انا قدمت ادوار اغراء كتير وكلهم ما عنديش مشكلة فيهم، اللي مزعلني بس هو فيلم اعظم طفل في العالم علشان ظهرت بصورة ما ينفعش ابدا اكون عليها. وسمية الخشاب قالت كان ايه لازمة بدلة الرقص اللي لبستها في فيلم حين ميسرة وهي اصلا في الحقيقة بتتكسف. بس المخرج خالد يوسف اقنعها ان المشهد ده هيكسر الدنيا. هو فعلا كسر الدنيا بس كسرها عليها. جت كمان منة شلبي وقالت كان يوم اسود يوم ما شاركت في فيلم الساحر بسبب المشاهد اللي قدمتها. وطبعا حصروها في دور فنانة الاغراء لفترة طويلة وهي تحاول تقنعهم انها بتعرف تمثل حاجات تانية وهم ابدا اغراء يعني اغراء. يا جماعة افهموا انا شاطرة ولهلوبة، وهم برضو مش مقتنعين لحد فين وفين لما اقتنعوا.